ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ بالازازه دي هنعمل احلى قطعه ديكور وهتعجبكم جدا باذن الله، ومن خامات كلها ممكن جدا تكون متوفره عندنا في البيت ونكون مش واخدين بالنا هي قد ايه مهمه. اول حاجه ده اللزق اللي هو التيب، هاخد منه كده وهعمل بشكل حلزوني على الازازه بشكل مايل، فهيديني الشكل اللي هو الحلزوني في الاخر. وبعد كده باي لون ممكن نستعمل الوان بلاستيك، انا بستعمل الاكريليك لان هي بتثبت اكتر الصراحه. وبعد كده بالسفنجه وهبدا الون ادق كده على الازازه، فهتديني الشكل المحبب في الاخر، هيتلون بشكل محبب بيدي تأثير جميل جدا للقطعه اللي قدامي يعني. ان شاء الله الفكره هتعجبكم وهتكون سهله وبسيطه واي حد هيقدر يعملها. هفضل استمر كده لحد ما اخلص الازازه بالكامل. لو ما اشتركناش في القناه يا ريت نشترك ونفعل زر الجرس عشان يوصلكوا اي فكره جديده انا بعملها. وطبعا مستنيه رايكم ولايك وشير عشان نفيد غيرنا بالافكار دي. هفضل استمر كده زي ما قلت لكم لحد ما الازازه بالكامل تتدهن. دي اخر جزء هعملها، وبعد كده طبعا بعد ما اخلص كل الازازه وما يبقاش فيها حته لسه مش متغطيه باللون، هستنى ما تنشف شويه، وبعد كده هبدا اشيل التيب اللي انا كنت حطاه. مجرد ما هشيل اللزق اللي انا حطاه هيبان جدا شكل الازازه في الاخر هيبقى عامل ازاي. تمام كده، طبعا شكلها واضح. وبعد كده بالفرشة هبدأ احط نقطة كده باللون المستردة، انا حبيته علشان هو طبعا الازازة لونها زيتي فهيدي في الاخر شكل جميل. ان شاء الله في النهاية الشكل هيعجبكم جدا. يا دوب نقطة بسيطة كده علشان في الاخر هتكمل الشكل اللي انا محتاجاه. وبعد كده شلت اللون ده وجبت لون ابيض. اللون الابيض اللي كان متاح عندي اللي هو البلاستيك دهان الحيطان العادي. الالوان الاكريليك طبعا بنجيبها من اي مكتبة كبيرة، والدهانات اللي هو البلاستيك من عند اي حد بتاع بويات. وبدأت اعمل شكل الوردة من بره ابيض والقلب بتاعها لونه اصفر. يا رب الفكرة تعجبكم وتعملوها بكل سهولة. كده تمام، وده بقى شكلها النهائي. ممكن نستعملها كده كقطعة ديكور، او ممكن كمان نحط فيها زرع بالشكل ده، بس انا بصراحة حبيتها اكتر من غير زرع. مستنية رأيكم في الكومنتات، واستنوني في فكرة جديدة وفيديو جديد، ومستنية برضو رأيكم في الكومنتات. باي باي.